انا بقول الاهلي لسه كتير عليه. الاهلي يرجع امتى الله اعلم. ممكن يكسب ماتش الحرس الجاي ان شاء الله، يبقى 12 نقطه، يطلع في اول 4 أو 5 فرق. يجي ماتش الزمالك دب، هو ده الماتش اللي هيرجعك، وده اللي انا حاسه. ليه؟ الزمالك هيبص لك بنظره الغلبان، وهو هيعمل فيها حمدان، تقوم مديله فوق دماغه زي ما حصل قبل كده معانا لما اتغرينا في السوبر الافريقي اللي فات وخدوه مننا بضربات الجزاء. زي ما حصل معاهم ساعة القاضية وكانوا نافخينها وخدوا على دماغهم بالقاضية. ممكن نفس السيناريو ده اللي هيحصل ان شاء الله، وهنفكر بعض بيه. الزمالك هيخش منفوخ واحنا نفرقعه عشان هو بالونه، وهو عارف قيمة نفسه الحقيقية قدام الاهلي. ده في فرق قلقت لما الاهلي كسب وبدأ يطلع تاني ويظهر والنقط تزيد ويطلع من القاع اللي احنا كنا صعبان علينا الاهلي فيه، لان مش ده النادي الاهلي. الاهلي رقم واحد، غير كده ما بيظهرش. وانا بقول لسه الاهلي كتير عليه عقبال ما يرجع لمستواه، لان مش ده المستوى المرغوب. ده احنا قبل كاس العالم لما كنا بنلعب ال6 ماتشات بعد ما مشينا كولر كان اداءنا احسن من كده، وما كانش عندنا كل اللعيبه القويه دي. لما يكون عندك التيم ده مش هتقدم الاداء القوي والمرغوب فيه، لا طبعا مش هنقبل غير باداء قوي. وللفريق ده لازم يرجع يكسر الدنيا، ولازم يرجع على المسار الصحيح والطريق الصحيح. غير كده مش